شحال من مرة حسيتي براسك ما كاينش، كتكون جالس كتهضر ولكن الناس ما سامعينكش وما مسوقينش ليك، كتعبر على رأيك ولكن وسط الهضرة كيضيع صوتك، كتدخل شي بلاصة وما كاين حتى شي واحد ملاحظك. هاد الاحساس يقدر يحطم اي واحد، ولكن خصك تعرف بلي هادشي ماشي قدر وماشي مكتوب تبقى هكا حياتك كلها. تقدر تغير وتقدر تولي شخص عنده حضور قوي، الشخص اللي الناس كيلتفتوا ليه بلا ما يجهد راسو وبلا ما يغوت وبلا حتى ما يتصنع. السر هو ماشي في الفلوس ولا في القوة البدنية، السر هو في الحضور وفي الهبة وفي الطاقة اللي كتشع منك. واليوم غادي نوريك كيفاش تولي داك الشخص اللي يمكن حتى شي واحد يتجاهلو. داكشي علاش غادي نحاولوا نعالجوا هذا الموضوع، ولكن قبل كيف العادة متنساوش تصليو على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجه ولا خصنا نفهموها، الحضور ماشي شي حاجه كتشريها ولا كتلبسها، الحضور كيبدا من الداخل. الا كنتي ما واثقش من راسك ما كتحترمش راسك، راه مهما درتي غادي تبان صغير. اما اللي كنتي مآمن براسك ومرتاح مع ذاتك، هادشي كيبان عليك في النظره وفي الصوت وفي الطريقه اللي كتمشي بها. الناس كيشوفوا الطاقه ديالك قبل ما يسمعوا هضرتك. اللي كيحتقر راسو كيبان عليه داكشي، واللي كيبغي راسو كيخلي حتى الناس يبغيوه. دابا خصك توقف مع راسك وتقول ليه انا نستاهل، انا عندي قيمه. ماشي غرور ولكن احترام لذاتك. ملي كتولي تحترم راسك الناس كيعكسوا هذا الاحترام ليك. ثاني حاجه اللي هي مهمه بزاف هي لغه الجسد، راه كتعطيك الهيبه. قبل ما تحل فمك الناس كيقراوك من لغه الجسد ديالك، كيفاش واقف، كيفاش كتمشى وكيفاش كتشوف. الا كنتي حاني الراس منكسر كتسرب من العيون، راه الرساله واضحه، ما عندكش قيمه. اما الا كنتي واقف مستقيم رافع راسك خطواتك ثقيله وهادئه ونظرتك فيها ثقة، هنا كتقول للناس بلا ما تهضر أنا كاين. خصك تفهم بلي الجسد كيتكلم أكثر من اللسان. حاول شي مرة تجرب تدخل لشي بلاصة، تنفس مزيان، دخل بخطوات ثابتة وما تسرعش. غادي تلاحظ أن العيون كلها كتشوف فيك، هذه هي الهيبة اللي كتجي بلا حتى شي جهد. القيمة ديالك كتخليك مختلف. الثقة والهيبة ممكن يخليوك بارز شوية، ولكن باش تولي شخص فعلا ما يمكنش يتجاهلوه خصك تكون عندك قيمة حقيقية. واش عندك شي مهارة، واش كتقدر دير شي حاجة اللي ماشي اي واحد يقدر يديرها. هنا هو الفرق. تعلم تطور راسك، جمع المعرفة والمهارات، واللي بحال داك الشخص الا ما كانش حاضر كل كيشعر بالفراغ ديالو. الانسان اللي ما عندوش قيمة كيبقى وسط الزحام بحال اي واحد، اما اللي عنده بصمة خاصة راه كيبقى حاضر حتى هو غايب. سول راسك شنو هي الحاجه اللي تخليك مختلف، وركز على تطوير هذا الشيء حتى يولي ضروري في الوجود ديالك. الصمت والكلمات القليله، بزاف ديال الناس كيحسب ليهم اللي كيهضر بزاف هو اللي كيسيطر، ولكن العكس هو اللي صحيح. اللي كيعرف يسكت وكيختار اللحظه المناسبه باش يهضر هو اللي كيسيطر. ملي كتهضر بزاف كتولي رخيص، ولكن ملي كتهضر قليل وبكلمات موزونه كل كلمه كتولي عندها وزن. الصمت ماشي ضعف، الصمت هو القوه ديال اللي عارف قيمته. تخيل تكون في وسط شي نقاش فيه الهضره بزاف، كلشي كيغوت ولسانو ساقو وانت ساكت كتشوف بثقه. ملي كتقرر تهضر كلشي كيسكت باش يسمعك، هذه هي القوه الحقيقيه. خلي قليل الكلام ولكن دقيق باش كل كلمه طاح بحال الرصاصه في الهدف. الاستمرارية هي اللي كتصنع الهيبة. ممكن تخلي انطباع قوي في مرة واحدة، ولكن الا ما استمريتيش غادي ينساوك بسرعة. الشخصية ما يمكنش يتجاهلوها هي اللي عندها استمرارية، كتكون ثابت في المبادئ ديالك وفي الكلمات ديالك والافعال ديالك. اللي كيقولوا ما كينفذش غادي يفقد قيمته بسرعة، ولكن اللي دائما كيحافظ على نفس المستوى كيلتزم بكلامه وكيبان متسق، هاد الشخص كيبني سمعة اللي كتخلي اي واحد يفكر مزيان قبل ما يتجاهلو. الناس ما كيبغوش المتقلب، كيبغيو اللي واضح ومضمون. المهم خلاصة القول ديال هادشي كامل، باش تولي واحد ما يمكنش يتجاهلوه ماشي خصك تغوت ولا دير شي تصرفات مكلخة باش يلاحظوك. لا، الامر اعمق من هادشي بزاف. خصك تكون صادق مع راسك وتايق براسك، ولغة الجسد ديالك كتعكس قوتك. كلماتك خصها تكون قليلة ولكن قوية في نفس الوقت. ما كتضيعش وقتك في التفاهات وكتقدم قيمة حقيقية. واهم حاجه خصك تستمر بنفس القوه مع مرور الوقت. ملي كدير هادشي كامل الناس غادي يلتفتوا ليك بلا ما تطلب، غادي يحترموك بلا ما تطلبهم، وغادي يحسبوا لك الف حساب.